ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل وصفه سهله واقتصاديه بصدر فرخه واحد هتاكلي العيله كلها. بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وسيبوا لي كومنت حلو تشجعوني بيه. يلا بقى نبدا ونقول بسم الله. معايا هنا صدر فرخه عامل حوالي نص كيلو. هقطعه مكعبات. قطعوا التقطيع اللي انتوا عايزينها، ممكن تقطعوها شاورما صغير. انا قطعتها مكعبات كبيره شويه. منضفاها كويس جدا طبعا، وغسلها بملح وليمون ودقيق. بس هقطعها بقى كده مكعبات. وهجهز كمان شوية خضار كده. قطعت كده 3 طماطميات. طبعا الكميات بقى كل واحد براحته يحط الكمية اللي هو عايزها. هقطع كمان شوية فلفل اخضر، وممكن كمان تحطوا فلفل حراق، بس انا عندي في البيت مش بيحبوا الحراق قوي فما حطيتش. هقطع كمان بطاطسايه كده. البطاطس ممكن تكتروا منها، هتخليها اقتصادية وهتكتر الكمية وهيبقى طعمها حلو جدا. انا حطيت بطاطسايه واحدة بس، بعد ما خلصت الاكل كنت عايزة ازود تاني، فزودوا بطاطس هتخليها اقتصادية وهتكتر الكمية وهتبقى حلوة جدا. هقطعها مكعبات قد الفراخ كده وهحمرها في الزيت. الصوص بقى بتاع الفراخ هينزل مع على البطاطس كده وهيبقى طعمها حلو جدا. في طاسة بقى هحط فيها كده شوية زيت وهنزل فيها الفراخ، اديها تشويحة كده. لو الفراخ نزلت ميتها مفيش مشكلة، في الوصفة دي انا عايزة فيها صوص، فمش هيبقى فيها مشكلة لو المية بتاعت الفراخ نزلت. حطيت كده معلقتين من البهارات الفراخ، وحطيت معلقة من البابريكا، وحطيت معلقة من الفلفل الاسود. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض واشوح فيهم كده لحد ما آه، المية الفراخ تشرب المية بتاعتها شوية. هنزل عليها بعد كده بقى بصلايه مبشوره. البصل لو متقطع شرايح هيبقى حلو جدا برضو، بس انا عشان مش بيحبوه عندي باين فبشرته. لما تشوح كده شويه حطيت معاهم الفلفل الاخضر، وحطيت كمان نص فلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفراء. هشوحهم بقى كلهم كويس مع بعض، ولما ياخدوا تشويحتين كده على النار هنزل عليهم بالطماطم. هشوح فيهم كده لحد ما الطماطم بقى تتسبك والفراخ تستوي والفراخ تشرب ميه شويه. زودت كده عشان الخضار، زودت كده معلقه من بهارات الفراخ، وحطيت كمان نص معلقه من البابريكا. هقلب بقى واسيبها تستوي. الصوص بتاعها بقى ده خطير، لما يتحط على البطاطس هتبقى كأنكم بتاكلوا فراخ. جبت كده بقى بايركس او صينيه او اي حاجه، حطيت البطاطس اللي حمرتها ونزلت عليهم بالفراخ اللي عملتها اللي شوحتها دي. هرش عليها بقى كمان رشه جبنه موتزاريلا كده، وادخلها الفرن تحت الشوايه بس مش هولع الفرن من تحت. اول ما تاخد لون هطلعها. ممكن بقى تعملوا جنبها شويه رز بشعريه او رز اصفر او بسمتي، اي حاجه، احنا كلناها فينو وعيش. وكده نبقى خلصنا وصفه النهارده، وصفه سهله وسريعه وحلوه جدا. جربوها وقولوا لي رايكم، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. باي.